كده الصورة واضحة. اه تمام. تمام. التكست فاسونج دي لو نيجي نحلها مبدئيا كده نقراها عادي زي ايه. My name ist Sophia Keller. Ich bin 50 Jahre alt. انا مبدئيا كده عرفت انها عندها 15 سنة وانها اسمها صوفيا كيلر. ماشي. Ich bin Schülerin. يعني ايه Schülerin؟ يعني طالبة. طب لو انا او تلميذة. تلميذة في ايه؟ تلميذة في المدرسة. طب لو انا عايزة اقول تلميذ هتبقى شولا من غير الاي ان دي. تمام. طيب. Und gehe in die Realschule. Was bedeutet Realschule؟ Realschule دي اللي هي المدرسة الإعدادية. تمام. في المرحلة اللي زي دي هتكون في المدرسة الإعدادية. طيب. Ich mag meine Schule sehr. يعني أنا بحب مدرستي جدا. Meine Lehrer sind nett. يعني إيه نت؟ قلنا قبل كده في المنهج عندنا كانت نت معناها لطيف أو لطفاء. طيب. Mein Lieblingslehrerin. Was bedeutet Lieblingslehrerin؟ اللي هي معلماتي المفضلين. ومعلماتي يقصد بها اللي هي الست يعني. لأن هنا عندنا هنا ليغة آخرها اي ان. برضه لو شلتها هتبقى ليغة. هتبقى مثلا ليبلينكس ليغة اللي هو معلمين الأفاضل اللي أنا بفضلهم. تمام. است مثلا فراو براون. أستاذة براون. طيب. زي unterschied. was bedeutet unterschied؟ يعني محاضرة. دويتش يعني يعني هي محاضرة الدويتش، يعني هي مدرسة الدويتش زي ما قصدها تقول كده. Sie ist freundlich und wird nicht böse. يعني ايه؟ يعني هي ودودة ومش شريرة. بöse بتيجي بمعنى قبيح وبتيجي بمعنى شرير. تمام. يعني ايه شرير؟ اه يعني حد آه، صعب التعامل كده. طيب. mein Lieblingsfach ist Biology. يعني ايه؟ يعني مادتي المفضلة. Lieblingsfach يعني مادتي المفضلة. ist Biology اللي هي الأحياء. ماتي اختصار ماتيماتيك. ماج إيش نيشت يعني ايه؟ يعني الرياضات. انا ما بحبش الرياضيات. عايزه اقول انا ما بحبش الرياضيات. ماتي ماج إيش نيشت. manchmal يعني احيانا. verstehe ich die Aufgaben nicht. احيانا ما بفهمش الواجب. يعني هو ما بيحبش الرياضة عشان ما بيعرفش يفهم الواجب، ما بيعرفش يحل. تمام. طيب. mein Freund يونس hilft mir oft. يعني عنده واحد شاطر كده اسمه يونس صديقه بيساعده في الرياضة دي أحيانا. oft دي معناها أحيانا برضو. يعني غالبا في بعض الأوقات بيقعد يساعده. طيب. in der Pause. يعني ايه in der Pause؟ اللي هي الفسحة. اوكي. esse ich ein Brötchen und trinke Wasser. يعني ايه؟ يعني انا باكل بغوتشن دي اللي هو الخبز. قطعة خبز صغيرة. und trinke Wasser وبيشرب مية. هو في السجن ولا ايه؟ ما علينا. mein Hobbys sind lesen und Musik hören. يعني ايه؟ يعني من هواياته هوبز هواية ليزن يقرأ أو القراءة. وموزيك هيرن اللي هو سماع الأغاني. جميل جدا. طيب احنا كده فهمنا تقريبا مختصر التكست فاسونج دي ان هو صوفيا دي بتتكلم عن نفسها والمدرسة بتاعتها وحياتها يعتبر وهواياتها. جميل جميل. هنا بيقول der Text ist über Familie und Urlaub. لا. Sport und Wettbewerb. لا. طب شولة und فيشا يعني المدارس والمواد. كان في مدارس ومواد في القطع. تمام تمام. عندنا في alt ist زوفيا. صوفيا كانت عندها كام سنة؟ ها سؤال ليك. 15. sehr gut شاطر. طيب. in welche Schule geht Sophia؟ صوفيا كانت في أنهي مدرسة؟ كانت في الهاوبت شولة ولا جيمنازيوم؟ جيمنازيوم دي اللي هي المدرسة الثانوية. تمام. هاوبت شولة اللي هي المدرسة الأساسية اللي هي بتاعة التعليم الأساسي اللي هي فيها ابتدائي. طيب. ريال شولة المدرسة الإعدادية وهي كانت في أنهي واحدة فيهم؟ الأدبية. اللي هي أنهي واحدة؟ اللي أنا كنت فيه. رقم رقم سي زي. زي جود. طيب بعد كده راح قال لك ماك زوفيا ماتر. لا. تيجي نخش في القطع كده هيقول لك ايه. هيقول لك والله صوفيا كانت بتقول ايه. ماتر ماج ايش نشت. صوفيا
لو جابها لك تكست كده وهتكتب، بلاش تختصره وتكتبه إجابة اللي هو إيه، ماج زينشت. لا، وهي تبقى زي، لأن ماج دي جاية من فيرب اسمه موجن، معناه يحب. اه. وده ein مودال فيرب، واحنا عارفين ان المودال فيربن في التصريف ايش بتساوي ايه؟ ايش بتسوي دو؟ لا، ايش لا بتساوي او، إيش بتسوي؟ بتساوي ايه واس اه. وزي، فتبقى عادي ماج برضه. طيب، يبقى زوفيا ماج نيشت مات، مات قصدي. اوكي، ننقل على اللي بعده. طيب بعد كده بيقول ist Sophia in der Pause einberufen، فنقول له يا. ليه هنقول له هنا يا؟ ده سؤال يا وده ناين. سؤال اليا وده ناين بيبتدي دايما بالفعل، اللي هو عايز يقول لك ايه. هي صوفيا كلت في الفسحه الخبز الصغير ده، فانت المفروض تقول له ايوه. تمام. يا صوفيا اس، است هتبقى عادي است برضو. in der Pause einberufen، يعني هنرجع كل حاجه زي ما كانت. يعني يا صوفيا اهو. ماشي، بعد كده است in der Pause كذا كذا كذا. صعبه؟ لا. طيب، بعد كده عندي زند صوفيا هوبيز سبورت und تانتسن، يعني هوايات صوفيا كانت الرياضة والرقص. لا، صوفيا كانت بتعمل ايه؟ صوفيا كانت بتحب الليزن und موزيك هوغن. يبقى هنقول آه، هواياتها اللي هي داين هوبيز. لا، مش داين هوبيز، زاين هوبيز. زاين هوبيز ist، ونكتب بقى اللي كانت في القطعة اللي هي ليزن und موزيك هوغن. بس انا عايزة بقى اجابات كده في الامتحان، يبقى اه. اجابات حد معلم، مش حد واخد كوبي بيست من الحاجة وكتبها. تمام. طيب، عندي ايه تاني؟ يعني حتى لو المادة ما بتضافش على المجموع، ده ما يديناش حق ان احنا نكروت يعني، ناخد الدرجة كاملة يعني، ليه مكنسلين؟ طيب، نخش بقى على الجراماتيك، الأسئلة على الجراماتيك. طبعا الصفحات دي هي مواجبة طبعا للامتحان، الامتحان هيجي بالشكل ده. تمام. طبعا مش هيقول لك تو جراماتيك ومش عارفة ايه، لا، هو هيديها لك كده عادي. mein Opa ist krank، يعني ايه mein Opa ist krank؟ يعني جدي مريض. krank معناها مريض. طيب، ich besuche morgen. السؤال ده هنا كجراماتيك هو بيسأل على اكوزاتيف. طب ليه بيسأل على اكوزاتيف يا فرو؟ لان انا عندي في الاجابة بيقول ايه، ايش بزوخ، يعني انا هزوره امس. مين اللي هيقع عليه فعل الزيارة ده؟ جده، صح؟ تمام. فانا عايزة اقول هزوره، اله دي كده المفروض مفعول، المفروض. فساعتها هتبقى ازاي؟ قال لك والله انا في الاكوزاتيف كلمة هو اللي هي ايه دي هعوض عنها بإن، تتحول وتبقى إن كده. ده في الأكوزاتيف، ودي الوحيدة اللي تتغير. ليه؟ الأكوزاتيف كان بيغير الدال، وكان بيحولها لدن. ثانية واحدة كده، أيوة، دن. والأين بتبقى أينن.
طب والباقي باقي الادوات وباقي الضماير قال لك هتفضل زي ما هي، مش هنغيرها، اللي هنغيرها الدية بس. واحنا عارفين لما بنيجي نصرف اصلا الفعل ان الدية دي بعوض عنها بآ كضمير. تمام. فايه هنا المفروض هتتغير، لو بقت اكوزاتيف هتتغير، هتبقى ايه؟ هتتغير تبقى ان. صعبة الحتة دي؟ في مشكلة فيها؟ تمام. طيب بعد كده عندي دو und يوليا دويتش. يا طيب، انا عندي لو قال لك يوليا اسم مثلا اي حد، يوليا، حسن، علي، und دو، فانا هنا المفروض بسألهم انتم، يعني انتم بتحبوا الدويتش؟ تمام. دو دي كأن انا شايفة يوليا ودو على انها ايه، المفروض هنا جمع، ان انا عندي اون جمعتهم. تمام. فدو ويوليا مع بعضيهم يبقوا ايه، وايه يعني انتم. طيب ايه هنا في تصريف فيرب موجن هتبقى ايه؟ هتبقى موجن ولا ميوكت ولا ماج؟ أول واحدة موجود. لا مش اول واحده. موجن دي ده كده احنا ما غيرناش فيها ولا عملنا فيها اي حاجه. طب ميوكت، ميوكت هي اللي مع الايه. تمام. طيب يلا ننقل على اللي بعده، الصفحه اللي بعدها. شايف كده؟ جميل. عندي هنا was, wer, wenn hat du denn da ein Käsebrot. السؤال ده كنا واخدينه ازاي؟ كان اسمه ايه؟ السؤال ده كان موجود عندنا في المنهج. hast du denn da، اللي هي معناها اللي معاك ده. مم. بص. ال- was sehr gut. تمام. طب حتى هقول لك على حاجة، حتى لو احنا مش فاكرين السؤال، الإجابة كانت عندي بحاجة غير عاقل، صح؟ كيزة بغوت، معلش يعني سندوتش جبنة. ف... فبرضه تمام، هتبقى بس. طيب اللي بعده ergänzen die Lücken nehmen. عايز يحط هنا verb nehmen. ها صرفهولي هنا بقى كده. هو هنحط ال اس. مش صح؟ هتبقى مم. نمست، هتبقى دوبل اس. ثانية واحدة، دوبل ام، نمست. جميل. بعد كده عندي لويزا زين بيتالي لايزا. طيب دي صيغة ايه؟ دي صيغة امبراتيف، مم. وحتى لو من غير امبراتيف، يعني حتى لو انا مش فاهمها، انا عندي هنا حاجة كمان تخليك تصرفها على اساس انها دو. ايه هي؟ قال لك لويزا، ودي على فكرة لو جت في الاختيارات، لويزا مم. وبعدها كوما، لويزا وبعدها كوما دي انا كده بنده عليها دو، مم. كأني شايفة دو. طيب جميل. صيغة الأمر بقى في الألماني، فاكرها؟ لا دوت. طيب يا رب أعرف مش عارفة أشرحها هنا ولا لأ، بس ثانية. ماشي.
صيغة الأمر أنا بصرف مع دو، بصرف مع إيه، ماشي، وكنت بصرف برضو مع زي. وهنا هو عايزها في الدو، قال لك دو مع زاين في صيغة الإمبراطيف بتتحول وتبقى زاي، هتبقى زاي بيتالايزر. لحظة واحدة كده، معلش. تمام، نرجع تاني. ماشي، احنا وقفنا عند ايه؟ وقفنا عند ان زاين في الامبراطيف بتتحول لزاي. جميل جميل. طيب، واحنا قلنا ان في الامبراطيف انا بصرف على 3 ضماير. انت عندك في المنهج ايه؟ انت ما عندكش زي، انت عندك التصريف مع دو ايه. طيب، ايه مع زاين هتبقى زايد، لو انا عندي حاجة تدل على ايه ساعتها هقول زايد. لكن انا هنا بعوض ايه؟ بعوض عن دو، لان انا بأمر لويزا هنا دلوقتي، بقول لها انها تقرا، او لا، بقول لها انها تهدى، قصدي لايزا دي اللي هي انها توطي صوتها او تهدى. تمام، صوت واضح كده. اه تمام. ماشي. بعد كده عندي زيت دو، بعد كده راح قال لك دين يونجن. آه... دين يونجن، شباب. عايزه اقول انت شفت انت شفت مين؟ تمام، او مين اللي شفته؟ فمين دي هتبقى ايه؟ هتبقى فيا، فيا زيست دو، انت شفت مين؟ تمام، فقال لك، راح قال لك هنا دين يونجن، شفت الشباب، لان زيتس دي جايه من فيرب زين، وده كان من الشتارك فيربن، اللي هو كان فيها حروف بتتغير في النص. حرف الاي ده كان بيتغير ويبقى اي ايه. مين تاني فيرب زيه بيتغير لنفس الحرفين؟ قال لك فيرب ليزن، برضه عشان لو جالك. ماشي، اللي بعده، ننزل على السؤال اللي بعده. اشغايبن دي زيتس غشتش. طبعا انا هرقم هنا عشان ننجز في الوقت. عندي هنا ليغا sehr freundlich mein ist. تفتكر هنبدأ بإيه؟ مم. أول واحدة قبل أي حاجة أنا اللي الجملة الخبرية عندي هي بتبدأ تاني كلمة دي. بزوبيت، والفيرب إما نوماتسفاي. الفيرب إيه؟ إما نوماتسفاي. بعد كده بقى بيجي بعده لا إما أكوزاتيف لا إما داتيف، من الآخر باقي الجملة.
جميل جميل. طيب تعالى نمشي على الكونسبت ده. انا عندي مين الفاعل هنا؟ اللي هو ماين ليغ، صح؟ يبقى انا كده عندي ماين هتتحط الاول وليغ هتتحط التاني. ماشي. بعد كده قلت لي ايه؟ قلت لي ان الفيرب دايما نوما صفاي، يعني رقم 2. فين هنا بقى الفيرب؟ عندي فيرب زين اللي هو است ده، فده يبقى رقم 3. بعد كده زي فرويندليش اللي هي الودود دي، اللي هي المفروض باقي الجملة تبقى رقم 4. طيب رقم 2. رقم 2 عندي من كان غايتن هي. آه ممكن نقولها ازاي؟ السؤال بهل، عشان نبقى متفقين برضو. السؤال بهل اللي هو برد عليه بيا او ناين، ببدأ بالفيرب. وطبعا السبجكت او الزوبيت. وبعد كده ايه؟ برضو بحط باقي الجملة. ماشي. انا عندي هنا ايه الفاعل المفروض انا بحط مين هنا؟ انا بحط اللي هو الفعل المتصرف، عشان نبقى برضو متفقين. لان انا عندي هنا فعلين، عندي كان اللي هو فيرب كونن اللي هو يستطيع اللي هو المودال فيربن، واحنا عارفين المودال فيربن بيرمي الفيرب لاخر الجملة، صح ولا لا؟ صح. فانا عندي هنا الفيرب مم. التاني ده اللي هو غايتن، فانا هبدأ بمين؟ هبدأ بكان. كان بعد كده مين؟ من. من دي مش هتيجي بمعنى رجل، تيجي بمعنى حد. حد هنا غير معروف، تمام؟ اللي هي كان من حد يقدر يركب اللي هو يركب الخيل هنا، تمام؟ فتبقى ايه؟ كان من غايتن هي. صعبة الحتة دي. يبقى احنا كده خدنا ادي الجملة الخبرية، وادي الجملة اللي هي اللي بيا ودناي. طيب هنا برضو عندي ايه؟ احنا قلنا السبجكت بعد كده الفيرب في الجملة الخبرية. فين السبجكت؟ قال لك عمرو، يبقى خلاص ادي عمرو رقم 1. براوخت جاي من فيرب اسمه براوخن. مم. يعني ايه براوخن؟ يعني يحتاج. ماشي. يبقى انا عندي براوخت هتبقى رقم 2. بعد كده باقي الجملة. هو انا ينفع احط فيه بعد كده اينن؟ قال لك لا، الكلمة بأداتها، واينن هتعوض عن الأداة النكرة، تبقى 3 اينن و4 تبقى فيولا. بس كده. الطريقة دي هي اللي تحل بيها في الامتحان، طريقة التحليل كده. حلل كده هو عشان تبقى ضامن ان انت حلل صح. حتى لو هتغشش حد، ولا ما ينفعش اصلا نغش، بس حتى لو هو خلاص يعني تبقى ما زدش حد. طيب. ولو ان انصحكم محدش يغش، ولا حد يغشش حد، ولا حد يغش من حد. مفيش بركة. ولو الشيطان هيأ لكم ان انا لما اجي اغش هجيب مجموع عالي وبتاع، وفعلا انا بشوف قدامي يفراو والناس اللي بتغش بتجيب مجموع اعلى من الناس اللي بتذاكر، فده بس من الشيطان. الشيطان عايز يهيأ لك ان الغش بيجيب احسن، فغش علشان عشان تاخد اكتر. مع ان الرسول قال ايه؟ من غشنا فليس منا. يعني اصلا يعني فعل ممكن يخرجك من الملة، تخيل. فليه؟ فما حدش يغش اصلا. وبعدين كده يعني بالمنطق، حاجة انت تعبان فيها، تمام، حد يجي ياخدها منك على الجاهز في الامتحان، يعني حتى ما تعبش ان هو يطلبها منك قبل الامتحان، هو جاي يتعب في الامتحان. طب ليه؟ بس فما حدش يغش. ولو برضه هناخدها على سبيل المثال، آه... انت تاخد معلومة من حد، فانت خدت حاجة انت ما تعبتش فيها، فبرضه دي حاجة مش كويسة. فما حدش يغش من الاخر. يلا. لوكاس عندي هنا ich habe so einen Hunger. فراحت نهى قالت له ايه؟ ich auch. ممكن هنا نقول ايه؟ يعني السؤال هنا يبقى ايه؟ لحظة واحدة كده.
دي يا كريم معلش ورق. تمام. تمام يلا بينا نبدأ تاني. ها، احنا وقفنا فين؟ احنا قلنا هنا ich habe so einen Hunger، يعني انا جعان جدا. دي معناها ايه؟ انا جعان جدا. طيب هنا نهى قالت له ich auch. مفروض الإجابة قالك ايه؟ الإجابة قالك ich möchte eine Pizza essen. فباللوجيك كده تعالى نحول السؤال ده الإجابة. هنقول مثلا was. هنا بيقول ايه؟ ich möchte eine Pizza essen، يعني انا عايز اكل بيتزا. فباللوجيك كده انا ممكن اسأله واقول له ايه؟ انت عايز تاكل ايه؟ صح؟ صح. يبقى هقول was. ثانية ثانية يا بابا. Was möchtest du essen؟ ايه اللي انا عملته في السؤال ده؟ كل اللي انا عملته حطيت ايه؟ حطيت اداة استفهام was. تمام تمام. بعد كده عندي هنا möchte وايش. ايش هتتحول لدو. طيب verb möchten مع دو هيبقى möchtest. حطيناه möchtest. بعد كده هنحط اسم زي ما هي. طيب اللي بعده بعد كده راح قال لها und du. راحت قالت له ممكن مثلا تقول له ايه؟ والله فكرة كويسة. انا كمان هاخد بيتزا مثلا. او ممكن تقول له والله فكرة كويسة بس انا مثلا عايزة اخد عصير مانجا. اي حاجة بقى، اي حاجة هتاكلها. تمام. فهنقولها له ازاي؟ مثلا جوتا ايديه. يعني ايه جوتا ايديه؟ يعني فكرة حلوة. ولازم نحط بعدها كلاسيميشن مارك كده. وبعد كده نقول ايش نيمة. يعني ايش نيمة؟ نيمة دي جاية من فيرب اللي هو نيمن اللي احنا لسه حلينه من شوية. اللي هو معناه ايه؟ معناه يأخذ. تمام. ايش نيمة مثلا auch eine بيتزا. انا كمان هاخد بيتزا. بعد ما الاتنين طلبوا بيتزا وكلوا، راح قال لها لوكاس، قال لها ايه؟ spielst du heute Fußball؟ يعني هتلعبي النهارده كورة. فمثلا تقول له مثلا هلعب النهارده كورة.
يلا، فهنقول مثلا يا، ممكن نقول له مثلا ich spiele Fußball، او ممكن اقول له مثلا ساعة معينة، زي مثلا ممكن اقول له ايه، قوم 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 الساعة 8 مثلا، قوم 8 Uhr. ممكن اكتفي بكده، وممكن اقول له مثلا kommst du heute، وانت هتيجي برضو النهارده ولا لا، حاجة زي كده. ممكن اقول له كده، بس ممكن اكتفي بكده. وممكن اقول له يا ich spiele heute Fußball، يعني عادي تمشي كذا كذا سؤال. تمام. بس ده الامتحان الاولاني. حل بقى الامتحان التاني كده بسرعة. عندي أول حاجة بيقول لي إيه؟ بيقول لي mein Name ist Jonas Keller. تمام؟ هي عيلة كيلا تقريبا اللي بنمتحن فيها النهاردة. Ich bin 30 Jahre alt، عام 13 سنة. und ich bin Schüler، واخد بالك لما كنت قلت لك القطعة اللي فاتت إيه؟ Schüler اللي هي تلميذ، طب Schülerin تلميذة. und gehe ins Gymnasium. يونس ده بقى بيروح الجيمنازيوم. طب ازاي اللي عندها 15 سنة بتروح ريال شولة وده بيروح جيمنازيوم؟ لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. ده معنى كده ان هو كتب اي حاجة. Ich finde meine Schule interessant، يعني انا شايف ان مدرستي مهمة جدا. Meine Lehrer، يعني المدرس بتاعي sind meist streng. يعني ايه meist دي؟ معناها اللي هو برضو بتدي معنى احيانا. بتدي بمعنى ايه؟ بتدي معنى احيانا. اشتغانك دي اللي هي بتيجي بمعنى حازم او صارم. تمام. طيب besonderes Herr Braun der Mittleren. تمام. بعد كده عندي erkältet viel، يعني هو بيشرح كتير. طيب aber manchmal ist er ungeduldig. ungeduldig دي معناها غير صبور، لأن كلمة جدولدش لوحدها معناها صبور. طيب بعد كده عندي mein Lieblingsfach ist Geschichte. يعني هنا ايه؟ يعني هنا مادته المفضلة Geschichte. قلنا عليها معناها ايه؟ معناها تاريخ. مادة التاريخ. Ich mag Mathe nicht so sehr، برضو زي أخته ما بيحبش الرياضة. aber ich verstehe die Aufgaben meistens، يعني برضو الفرق ما بينه وما بينها ان هو بيفهم الواجب احيانا، هي ما كانتش بتفهم الواجب خالص. mein Freund Team hilft mir bei den schweren Übungen، يعني صديقه اللي هو تيم ده كان بيساعده في الأسئلة الصعبة. in der Pause esse ich einen Apfel und trinke Wasser، يعني في الفسحة بياكل تفاحة وبيشرب مية. طيب ايه بقى الهوايات بتاعته؟ meine Hobbys ايه؟ sind Fußball und spielen فوسبال شبيلين und Filme schauen، يعني بيحب يتفرج على الأفلام وبيحب يلعب كورة. طيب الأسئلة عليها بقى ايه؟ ثانية كده. In Text spricht Jonas über seine Schule und seine Hobbys. اه ولا seine Ferien ولا seine Familie؟ لا، seine Schule und seine Hobbys. جميل. Was ist Jonas Lieblingsfach؟ يونس Lieblingsfach كانت Geschichte. لما كانت هنا هو بيقول mein Lieblingsfach ist Geschichte. تمام تمام. وبعد كده بيقول was macht Jonas in der Pause؟ كان بيعمل ايه في الفسحة؟ كان بياكل تفاحة وبيشرب مية. جميل قوي. بعد كده ايه اللي حصل؟ هنشوف هنا. ثانية كده عشان ايه اجيب القطعة ونبقى فاهمين. هنا بيقول geht Jonas ins Gymnasium، يعني يونس كان بيروح مدرسة الثانوي، فهنقول اه
Ja, Jonas geht ins Gymnasium. تمام، زي نفس الفكرة اللي احنا عملناها قبل كده في السؤال اللي فات. mag Jonas Mathe sehr. يونس كان بيحب الماتي، فهنقول له ناين، ما كانش بيحبها. ناين. er mag nicht so sehr. جميل. بعد كده راح قال لك ايه؟ قال لك ترينكست يونس ان ديا باوزا ليمونادي. كان يونس بيشرب في الفسحة ليمونادي؟ قال لك لا، كان بيشرب بس. فهنقول له ناين. Er trinkt ein Wasser. مش ein Wasser. كان بيشرب مية. صعبة؟ سهلة جدا. نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده كان بيتكلم برضو عن الجراماتيك. بيقول لك هنا braucht du غدا جومي. دي معناها ايه؟ دي معناها استيكة. تمام، وأداتها ايه؟ ايه ده الواد؟ هنا بيقول لك brauchst du mein ولا mein ولا meine ولا meinen غدا جومي يا bitte. تمام. طيب غدا جومي دي معناها ايه؟ غدا جومي معناها استيكة. جميل جميل. فالاستيكة هنا أداتها ايه؟ الاستيكة أداتها der جومي. der غدا جومي، فهتبقى meinen غدا جومي. تمام. طب ليه هنا meinen؟ قال لك والله brauchst du، انت هتحتاج مين؟ ها، احنا قلنا لما نيجي نسأل اصلا صح على المفعول او الفاعل، هسأل عنه الفاعل، هسأل عنه بفير. تمام. طيب لو انا عايزه اسأل عنه بقى، عن الفاعل العاقل، ده فاعل عاقل، بسأل عن الفاعل العاقل. طب لو الفاعل ده هسأل عنه في الاكوزاتيف، الفاعل ده بقى مفعول بس مفعول عاقل، هسأل عنه بايه؟ هسأل عنه بفين. طيب المفعول بقى لو هو او الفاعل لو هو مثلا ايه؟ محايد، هسأل عنه بايه؟ هسأل عنه بفس. جميل جميل، ناخد بالنا من الحتة دي. يلا الصفحة اللي بعدها. عندي هنا magst du deine neue Lehrerin. يعني انت بتحب المعلمة الجديدة، فهيقول له مثلا يا ich finde، انا بجدها. الها دي بتعوض على مين؟ بتعوض عليها هي. تمام تمام. المفروض انها هنا اكوزاتيف، بس انا بقى عشان هي اكوزاتيف اهو مختاره ان، عشان انا عارفه ان الاكوزاتيف بيغير ده. قال لك لا غلط. طب ليه؟ ليه يا فراو؟ ما قال لك ليه غن؟ ليه غن اديتها دي، ودي بعوض عنها بزي. اني زي يا فراو؟ زي المؤنثه. تمام. طب هتبقى زي اللي هي معناها حضرتك، ولا زي المؤنثه؟ لا، زي المؤنثه دي. ايش فين زي زيانت، انا بجدها لطيفه جدا. مفهوم الحتة دي؟ ناخد بالنا منها. مش تستدو ملش، يعني انت عايز لبن، هيقوله مثلا ناين ايش ترينكه حاجة مش ملش. الملش بقى دي أداتها ايه؟
هم. السؤال ليك. كريم سامعني؟ اه تمام. ماشي. كلمة ملش أداتها ايه؟ لا مش عارف. طب انت شايف هتكون ايه بس مثلا؟ ايوه. اه. لا. لا، اخويا بس بيتكلم. طيب، ملش أداتها دي. دي ملش اللبن. طيب، ناين ich trinke. انا بشرب ايه؟ بشرب اللبن. تمام. بشرب فاس. بشرب ملش اهو. طيب، ما هو أداتها دي يا فرو ماشي، ما احنا انا وانت عارفين انها اكوزاتيف، بس مش هينفع ان انا اخليها كاين، اصل هي مش أداتها دي. فاهمين؟ هتبقى ايه؟ تبقى كاينة. كاينة ملش. طيب، اللي بعده. عندي هنا لارا. ثانية كده. اه. لارا اند ليلي. ده ممكن مثلا اجاوب عنها ازاي؟ مم. انا مش شايف بس حاجة بس من كده شايف. انا رقم واحد دي. تمام. مم، هنشيل الاي ان ونحط اس. ده فين ده؟ لا هنحط تي اللي هو رقم واحد. اكتبها لي كده في الشات. اللي هنخليها كومنت. نخليها كومن زي ما هي. لا كومنت بالتي. كومت. طب ليه؟ عشان الاتنين دول جمع فهتبقى ايه. مش عشان الاتنين دول جمع بس. اقول لك حاجة. انا لو انا بقول لارا وند ليلى ومش حاطة كوما، ساعتها هعتبرهم هم. مم، فهتعامل معاهم على اساس ان هم زي اللي بمعناهم، او هن اللي هي تصريفها كومن. جميل جميل. طب انا لو تمام. عندي كوما. لو عندي كوما فانا كده لا. انا كده بخاطبهم. اول ما اشوف الكوما اعتبرها دو. جميل. مم، طب ماشي يا فرو، دو دي مع المفرد، انا هنا عندي اتنين، يبقى انا كده ايه الجمع بتاع الدو؟ الجمع بتاع الدو ايه؟ اللي هي معناها انتم. مش دو معناها انت، وايه معناها انتم. فتبقى ايه؟ مم. فطيب، كومن مع الايه هتبقى كومت. زي يا جوتي كريم شاطر. اللي بعده. بيقول لك هنا mögen نقط دو فيش، هتبقى ايه؟ تبقى ماجست. هنشيل ايه. هنشيل ايه ان ونحط تي اس تي. لا، ماجست كده. ايوه اس تي، انا قلت اس تي. اه. تمام شاطر. ماشي. هنا بيقول ايه؟ besucht er in den Ferien mein Oma. يعني ايه بقى؟ السؤال هنا عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك انتم زرتم مين في الاجازة. تمام. طيب، بس مين هنا اللي وقع عليه فعل الزيارة؟ الأم. اللي هي الجدة دي. فأنا هنا مش هسأل بفير. ما ينفعش أسأل بفير. طب ليه يا فرو؟ لأن أنا هنا في حد وقع عليه الفعل ده. فهسأل بفن. والحتة دي أنا قلت عليها الحتة اللي فاتت. قلت إن فيا بسأل عنها في الفاعل المرفوع، اللي هو الفاعل ذات نفسه. مش محطوط في الأكوزاتيف خالص. طب لو الفاعل بقى مفعول، ساعتها هخليها فين. واصله لك الحته؟ تمام. مم. اللي بعده.
ماشي يلا. هنا احنا قلنا القاعدة بتاعتنا ايه؟ subject زوبيت فيرب ايماتسيفاي وباقي الجملة. زوبيت فيرب ايماتسيفاي وباقي الجملة. يعني ايه زوبيت وفيرب ايماتسيفاي وباقي الجملة؟ يعني الزوبيت بحطه الأول، مم. فيرب ايماتسيفاي بدور على الفيرب عشان دايما يبقى رقم 2، وباقي الجملة فين؟ باقي الجملة عندي، باقي الجملة عندي لا إما أكوزاتيف لا إما داتيف لا إما العفريت الأزرق. هي باقي الجملة بتبقى كده، كلمة ومعاها أداة، أي تمام. حاجة. طيب فين الكلمة اللي عندي هنا؟ أنا عندي هنا أكوزاتيف أهو، كاينن وبلايشتفت عايش. زي جود. طيب اللي بعد هنا ده إمبراتيف. الإمبراتيف عندي الصيغة مم. مختلفة. أنا بقول له هات كذا، فأنا ببدأ بإيه؟ ببدأ بالفيرب. الفيرب هنا بيبقى نوما اينس. تمام تمام. في الامبراتيف جبت. الفيرب بيبقى نوما اينس، يبقى جيب 100، جيب لي. مم. جيب 100، جيب 100 ايه؟ دين شباتسيغه الاستيكه. عشان برضو ما بقاش فظ معاه، اقول له لو سمحت في الاخر اهو بت. اللي بعده لايا. ايش. لايا دي جايه من فيرب اللي هو ليستن اللي هو معناه يستعير. تمام. تمام. طيب انا عايزه اقول انا استعير يعني عايزه استعير منك المسطره، فهتبقى ايه؟ احنا قلنا زوبيت فيرب نوما اتسفاي وباقي الجمله. ادي زوبيت اللي هو الفاعل ايش، والفيرب نوما اتسفاي. بعد كده هنحط ديا، وبعد كده ماين لينيار. صعبه. لا تمام. جميل جدا. ايه ده؟ طيب ندخل على اللي بعده. حلل انت كده بقى الديالوج، جرب تحله. طيب احنا هنسأل السؤال اللي هو انت بتحبي المواد ايه؟ صح. لا، مش انت تحبي مواد ايه. هي بتقول لك wir haben Physik und English und Kunst. يعني احنا عندنا فيزياء وانجليزي ورسم. فممكن اقول لها ايه انتوا يعني اللي هو اي مواد عندكم النهارده. تمام. مم. هقولها لها ازاي بقى؟ قال لك والله السؤال هيبقى welche haben wir heute. ثانية اكتبه لك. مهم. welche. لا ما نكتبه اسهل يعني بالتكست. مهم. welche haben welche قصدي welche haben wir heute. مهم. بس ده السؤال. جميل جميل. بعد كده راحت قايله له ايه؟ قالت له wir haben Physik ومش عارفه ايه وكذا كذا كذا. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاجابه عليه wir haben two Studenten. ها الكلمه اللي بعدها ايه؟ Kunst مم. und Kunst in der Woche. طيب ده بذمتك مثلا ممكن نقول عليه ايه؟ السؤال عليه يبقى ازاي؟ مم. يعني انت عندك كم حصة
كم حصة رسم في اه. الأسبوع؟ عايزة أقول لها كده، اه. هقولها لها إزاي؟ مم. مش عارف بالظبط أقولها ازاي. طيب هتبقى كده، هتبقى مثلا في فيل. في فيل دي قلنا معناها إيه؟ معناها كم العدد. ثانية أكتبها لك مم. أهي. في فيل كم العدد. شتو دن تن. شتو دن. Studenten Kunst haben wir in der Woche. انت عندك كم حصة رسم في الأسبوع؟ طيب بعد كده بتقول له ايه؟ بتقول له was ist dein Lieblingsfach؟ ماشي، دي ممكن اقول له ايه؟ اقول له مثلا اي مادة بقى. مم. يعني يعني مثلا مثلا دويتش. دويتش. يا سلام اهو. mein Lieblingsfach ist Deutsch. بس كده. صعبة؟ سهلة لا. جدا. بس الامتحان هيجي بالشكل ده. ربنا معاكم بإذن الله. أي حاجة تحتاجوها أو ناسينها خشوا على ال اللينك المسجل. ماشي، هتلاقي كل الحصص متسجلة. وخشوا برضو على البتاع ده، حصة النهاردة برضو هتلاقوها مسجلة. في الإفولج اللي هي معناها بالتوفيق بإذن الله. good luck. ربنا معاكم يا رب. يلا، سلام.